السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العالمي، أهلا بيكم. إزيكم يا أبطال؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في كرة القدم، وهي الفرق بين الخطة والطريقة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. يعني خطة 4-3-3، يعني 4 مدافعين و3 وسط و3 هجوم. الخطة بتوضح فين كل لاعب واقف قبل بداية الماتش. أما الطريقة شباب، ده بقى أسلوب اللعب نفسه، يعني إزاي الفريق بينفذ خطة اللعب اللي وضعها المدرب. يعني فريق قلنا بيلعب 4-3-3، واحد ممكن يلعب بالطريقة دي على الاستحواذ، والتاني ممكن يلعب بالطريقة دي على المرتدات السريعة. يبقى نفس هي الخطة 4-3-3، بس كل فريق عنده طريقة مختلفة في التنفيذ. الخلاصة من كلام يا شباب إن الخطة هي توزيع اللعيبة على الورق، أما الطريقة هو أسلوب التنفيذ جوه الملعب. وبكده نكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وخلي دايما الرياضة جزء من حياتك. السلام عليكم.